ظهرك بقى بيخرفش، ظهرك بيزيق، ايا كانت مشكله اسفل الظهر عندك او مشاكل في اللور باك عندك، هقول لك على تمرين الظهر تعملها يوم تمرين الظهر بعيده عن الام اسفل الظهر تماما. لازم تشيل وزن مناسب عشان تقدر تحس بالعضلات اللي انت بتمرنها. لازم نعمل تقويات لمنطقه الكور بالكامل، يعني عضلات البطن وعضلات اللور باك. اول تمرينه معانا هي تمرينه لات بول داون، تمرينه ملهاش اي علاقه باسفل الظهر وهتتمرنها وانت مرتاح. نبدا يا كوتش. اتمرن بالبار واسع. اسحب البار فين؟ بسحب البار على اول الصدر من فوق. بعمل استرتش لعضلات اللاتس للاخر 12 عده. لازم تحط وزن مناسب والاداء يبقى بتركيز، وحاول ما ترجعش بظهرك جامد زي ما احنا شايفين. تاني تمرين معانا هو تمرين دمبل رو، تمرين بديل لتمرين البار، هيستهدف معاك عضلات اللاتس بشكل كويس جدا، بس اهم حاجه البنش ما يبقاش عالي بالشكل ده. هتنزل البنش. يلا كوتش. تمرين الظهر انت بتمرن عضله انت مش شايفها، فلازم تشيل وزن مناسب عشان تقدر تحس بالعضلات اللي انت بتمرنها. لو انت بتتمرن دراع فانت باصص في المرايه شايف العضله اللي انت بتمرنها، وفي تواصل بعينك ما بينك وما بين العضله، لكن عضلات الظهر مش كده. عضلات الظهر انت بتمرن عضلات انت حاسسها بس، فلو الوزن تقيل مش هتحس بالتمرين وهتلاقي دراعاتك هي اللي شاده في الاخر. لازم وزن مناسب عشان تحس بالعضلات المستهدفه. ثالث تمرينه معانا تمرينه سيتي درو بالقبضه الواسعه. ابدا. التمرين ده بيستهدف الابر باك. بطل بطل. مهم جدا تحافظ على زاويه الكوع مع الجسم بالشكل ده، ما تقربش كوعك ليك ولا تفتح كوعك قوي، زاويه 45 درجه تقريبا. نفس الكلام، عضلات الظهر محتاجه تركيز. اتمرن بوزن مناسب ليك عشان تحس بالعضلات اللي انت بتمرنها. ممكن تعمل الاسترتش اللي الكابتن بيعمله ده، او ممكن ما تعملوش ويبقى ظهرك ثابت. اعمل لنا 5 عدات وظهرك ثابت ورا. الاداء ده صح والاداء ده صح، مفيش فرق بينهم غير انك هتعمل استرتش للعضله مش اكتر ولا اقل. وطبعا لو عندك الام في اسفل الظهر اكيد مش هتتمرن تمرين المنشار بالدمبل اللي هو تمرين الدمبل رو الفردي، فهنخش على الجهاز ده بديل لتمرين المنشار بالدمبل. بس نتمرن عليه ازاي؟ يلا اقول لك. زي ما احنا شايفين في غلطه الناس بتعملها وهي بتتمرن على الجهاز ده، اسحب ورا شويه كمان، وانه بيرجع لورا قوي. ده هيجيب الكتف الخلفي. انا مش عايز الكتف الخلفي معايا في التمرين، انا عايز امرن اللاتس بس. فبرجع لحد فين؟ بس يا دوب كوعي مع مستوى جسمي، كوعي ما يعديش ورا مستوى جسمي. بطل. كمل يا وحش. ومهم جدا اعمل ستريتش. برافو. اداء رايق. عشت يا وحش. طالما عندنا الام في اسفل الظهر او عندنا مشكله في اللور باك، يبقى لازم نعمل تقويات لمنطقه الكور بالكامل، يعني عضلات البطن وعضلات اللور باك. والكلام ده ممكن يتم بتمرين بلانك، بس تعمل 10 عدات او 15 عده او 15 ثانيه ثبات على اقصى تقدير على حسب حاله ظهرك. هتعمل 3 مجموعات من 10 ل 15 ثانيه.